السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع أمل في المطبخ حبايب قلبي. ايه اللحمة دي؟ على فكرة النور قاطع ومش مبين شكل اللحمة ولا بتاع، النور قاطع والدنيا ضلمة حبايب قلبي، فلازما اتبل الحاجة عشان تلحق حتتين اللحمة عشان ايه يلحقوا يتعملوا. حطينا كده يا حبايبي يعتبر كوباية زبادي عشان دي كوباية كبيرة. حطينا كوباية زبادي. هنحط بقى التوابل يا حبايبي، هنجيبها اهو. هنحط زعتر، هنحط كركم، هنحط بهارات لحمه، توم باودر، بصل باودر، اللي عندك حطيه يا حبايب قلبي، فلفل اسمر. قلبهم بقى مع بعضيهم. معلقتين كده زيت يا حبايبي، مش هنحط اي حاجه تاني ولا في اي افتكاسه تاني. قلبهم بقى يا حبايبي اهو. معلش المقطع راح مني وانا بقلبهم كويس وبقلبهم في بعضهم، معلش انا اسفه المقطع راح مني حبايب قلبي. قلبهم كده مع بعضهم بقى يا حبايبي، نحطهم في علبه. وايه يا حبايبي، نسيبهم يتبلوا ساعتين 3 حسب ما انت عايزه تعمليه. كل ما تسيبيهم كل ما يحلو اكتر. عشان ايه؟ انا حته اللحمه دي اللي مقطعه لي الجزار الله يسامحه، جيت هنا لقيتها سميكه، حته اللحمه سميكه فمش هتنفع تشوي الا بالشكل دوت، عشان سميكه قوي لازم نعملها رقيقه. فطبعا احنا والله العظيم في اليوم ده كنا جايين من مشوار عند ناس حبايبي حبايب قلبي، وكانوا وحشيني من سنين، واحنا قعدنا معاهم طول النهار. قلنا بقى لا احنا نديها بطيخ وجبنه. جه اسلام قال لي لا انا مش هاكل الاكل اللي انتوا بتقولوا عليه ده، انا ماليش فيه. طب هتاكل ايه؟ قال لي اعملي لي حتتين لحمه مشويين كده في الطاسه كده على السهل. حطينا حبايب قلبي معلقتين سمنه بلدي، او عندك زيت حته زبده اللي عندك اعملي بيه. حطي معلقتين سمنه بلدي كده حبايبي. اتبلت كده، هي قعدت معانا كده ساعتين بس صراحه، عشان اسلام ما كان ايه كان جعان. حمرها بقى يا حبايبي اهو، شايفينها سميكه ازاي. حطها بقى تتحمر يا حبايب قلبي، نديها صدمه يكون ايه السمنه سخنت قوي، مش عايزينها تنزل اي عصاره ولا اي حاجه يا حبايب قلبي. نقلبها على الوش التاني، الصلاه على النبي، بركه ربنا فوق كل شيء، تبارك الله ما شاء الله يا حبايب قلبي. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني وحشتوني، ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، ما تحرمش منكم ويخليكم ويقويكم ويقويكم على الثانويه العامه، ويفرح قلبكم باذن الله، ولادكم يفرحوا قلبكم باذن الله يا حبايب قلبي. يكبر بخاطركم ويجعل تعبكم معاهم بفايده حبايب قلبي، ويريح قلبكم ويفرحكم، يفرح امه ما خلق بالشهيد بتاعتهم يا رب. وما تنسوش يا حبايبي تدعوا لاخواننا اللي في فلسطين، ربنا ينصر نصرة تعجبوا اهل الارض واهل السماء، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي جاي عليهم. حسبنا الله ونعم، طول ما انتوا قاعدين حاسبينه عليهم كده. بصوا بوريها لكم حبايب قلبي حمرا ازاي، بصوا خشاف، ما بننزلش ميه ولا حاجه، دي الدهون دي مفيش حاجه نازله ولا حاجه، احنا بنديها الصدمه على طول. نحمر ونطلع مع بعضينا حبايب قلبي. واللي وصل بقى معانا لغايه دلوقتي يسرع الرسول، وما ينساش يحط لنا اللايك. حطوا لايك لطنط ام اسامه عشان انتوا وحشتوها بقالها كتير. بصوا رجعتها تاني اهو، بصوا بعد ما حمرتها رجعتها تاني بقى. بصوا رصيتها اهو كده على بعضيها. حط عليها بقى شويه ميه سخنين مغليين كده حبايب قلبي اهو، اهو يا حبايب قلبي. وتغلي غلوتين بقى، واوطي النار سيكه خالص، اوطيها بقى مع نفسيها بقى، مع نفسها والله العظيم زي العسل. اعملوا الطريقه دي زي العسل، بتاكلي احلى حته لحمه ستيك مشويه. بصوا الصلاه على النبي، بصوا بوريكم اللي هي استوت اهي، تاخد لها بتاع ساعه. توطي عليها النار على الهادي. كان عندي شويه رز صراحه ما كنتش قادره، كنت جايه من بره. كان عندي شويه رز طلعت له ايه، سخنتهم له وحطيت له عليهم اللحمه اهو يا حبايبي. وما تنسوش بقى تحطوا لايك لام اسلام. وحشتوني يا حبيب قلبي، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، ويفرحكم ولادكم. غرفناها مع بعضينا والله، الكاميرا ظلماء، وهتقولي يا غام قالي والله الكاميرا ظلماء. ادي سلطه الطحينه كانت عندنا برضو من امبارح، ودي السوائل بتاعت اللحمه بتغمسي منها جميله، تحطيها على الرز جميله الدقه بتاعتها دي. ويا ريتكم كنتوا معانا. وهو ده الفيديو بتاع النهارده، العشاء بتاع اسلام النهارده. والله كانت زي العسل، كنت عماله اكل فيها وانا واقفه على فكره. بص بص عماله اقطع واكل فيها من حلاوتها، وطعمه طعمه طعم السنين يا حبايب قلبي. وده الفيديو النهارده بتاعنا، يا رب يجعله سهل وبسيط على قلبكم حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله. من هنا الفيديو الجاي حبايب قلبي، هتوحشوني هتوحشوني.